السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل عليكم وصباح الهنا والرزق والسعادة. النهاردة يوم نشاط وتنظيف عميق نوعا ما، لا مش نوعا ما، لا هو فعلا تنظيف عميق. النهاردة بقى قلت أشيل الستاير، لأن الستاير بتاعت اوضتي بقالها كتير انا ما شلتهاش، واول مره اعمل العمله دي بصراحه. يعني اللي بيساعدني علي نور مثلا، انا ما بعملش، ما اول مره اطلع على السلم واشيل الستاير. فقلت يعني اتنشط النهارده واعمل الستاير. طبعا الستاير زي ما انتوا شايفين ليها كورتين من هنا ومن هنا، وخاصة اللي قدام، لان الستارة دي طبقتين، طبقة يعني غامقة والطبقة التانية شفافة. فالغامقة دي ليها كورتين فثابتة بالمسمار، فانا شلت الكورة وشلت المسمار يعني عشان اطلع الستاير، وطبقتها وحطها بقى في الغسالة. وشلت الستاير بالشكل ده كده، وبعدين هروح بقى اشيل الستاير التانية. بس قبل ما اشيل الستاير التانية هرجع الكورة دي بالمسمار عشان ما تضيعش، لان لسه الستاير هتتغسل وهتاخد وقت برضو على ما تنشف، فخاف ان المسمار الصغير ده يضيع. فرجعت الكورة دي، مش عارفة بيسموه ايه، سدادة بقى ولا ايه مش عارفة. وهرجعهم هحطهم بقى في مكان. بس جبت حتة فيها مية، فوطة فيها مية، ونضفت بقى لان كان طبعا فيها تراب، فلازم انضفها. احنا شقتنا بتتملى تراب يوميا، يعني لو ايدي مش فيها بيبقى فيها تراب، فما بالكم بقى الستاير والحاجات دي. فشلت اول ستاره ونضفت المواسير، او مش عارفه دي اسمها ايه والله، المواسير باين. وهسيبهم بقى على جنب، وتعالوا علشان ناخد السلم ده نروح على الشباك التاني. دي بلكونه، انما بقى التاني الشباك. هشيل بقى برضو الستاير. وطبعا طلعت السلم دي بصراحة صعبة قوي يعني بجد. وزي ما قلت لكم انا ما بستخدمش السلم ده غير في حاجات بسيطة، ان انا مثلا لو الولاد مش موجودين ممكن اغير لمبة ولا حاجة، او لو علي مش موجود. والستاير دي لو انا والله مش بصور فيديو، كنت هستنى اي وقت علي فيه موجود، نور فيه موجود، هخليهم هما اللي يشيلوهم. بس عشان انا بصور فيديو فهم مش هيجوا في الفيديو يعني، ولا هما بيشيلوا ستاير، فعشان كده انا شلتها معاكم. واول مره في حياتي اعمل كده. انا اللي عليا ان انا بغسل، مش ان انا اشيل. بس اضطريت ان انا اشيل، والستاره دي الماسوره بتاعتها يعني كبيره، فكانت رخمه صعبه كده مش عارفه ليه. واضطريت ان انا انزل واطلع تاني. هشيل بس دي من هنا وانزلها على الارض عشان ما تضايقنيش وانا بشيل الستاره التانية. زي ما قلت لكم الستاير بتاعه الاوضه بتاعتي طبقتين او ستارتين في ماسورتين، يعني واحده بيضه وواحده طبقه عليها تانية اللي هي الغامقه. بس انا طلعت لايف امبارح على القناه الكبيره، يا ريت تشوفوه. وطلعت كمان لايف على الفيسبوك، مش عارفه انتوا بقى شفتوه ولا لا. لو لسه موجودين معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش بقى تعملوا لايك جميل كده منكم، وكمان تعليق حلو كده زيكم. وتنزلوا تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتشوفوا فيديوهاتي على القناه دي والقناه التانية، وشجعوني بقى تشجيعه حلوه كده. شلت السلم في جنب، عشان كده انا يعني خلصت المهمه بتاعته. وبعد كده هاخد الماسوره اللي فيها الستاره البيضه، ما فيهاش السدادات من الناحيه دي والناحيه دي، فنزلت الستاره. وجبت فوطه المطبخ النظيفه المبلوله عشان انضف كده المواسير دي، ومش هرجعها. الحقيقه بقى لما نور وعلي بيشيلوا المواسير دي او الستاير، بيرجعوا المواسير تاني بيعلقوها فوق. وبعدين لما بنيجي تكون بقى الستاير اتغسلت وهنركبها بينزلوها ويركبوها. بس انا بصراحه مش قادره اطلع الطلعه دي تاني على السلم، فقلت لا خلاص انا هشيلهم على جنب، اسيبهم مثلا على الارض بعد ما انضفهم. وبعد كده هبتدي ان انا يعني اسيبهم بقى لما الستاير تتغسل، هبقى اطلعهم مره واحده، يعني اركب الستاير واحطهم مكانهم مره واحده. طبقت الستاره البيضه وهطبق الستاير التانية، وبعدين هرتبهم كده على جنب، وهبقى اغسلهم بقى ان شاء الله. بس الستاير البيضه هتتغسل لوحدها، ستاير الرمادي برضو هتتغسل لوحدها. بس تعالوا بقى نشيل الستاره دي. هقعد بقى علشان افك الكوره دي بالمفك، لان الكوره زي ما قلت لكم ان هي معموله بالمسمار، فلازم افكها بالمفك. وهرجعها تاني مكانها، بس لازم افك الاول وبعدين اشيل الستاره. بس اكتبوا لي بقى رايكم وتعليقاتكم في القناه دي، وقولوا لي بتحبوا القناه دي ولا لا، او بتحبوها يعني تدوها كام من 10. النهارده بقى بما اني اتهديت في
في الستاير، وبما اني اصلا عايزه انام طول الوقت وحاسه بهمدان كده ووخم وان انا عايزه انام طول الوقت، فقلت والله ما انا طبخه النهارده. وقلت بقى علي يجيب لنا سندوتشات فول وطعميه علشان انا مش قادره اطبخ وخدت اجازه. انا كنت بصراحه اطبخ النهارده كشري اصفر، وكنت متحمسه ان انا اطبخ كشري اصفر، بس قالوا لي لا خليها بقى فول وطعميه خلاص بدل ما انتي تعبتي كده. وشافوني بقى وشي احمر وصهدانه وحرانه، وقالوا لي عملتي ليه كده يا ماما مش عارفه ايه. قلت لهم علشان اصور فيديو. فنور قال لي كنت قولي لي او استنيني لما اجي واعمله معاكي يعني، او اشيل اللي كان الستاير. قلت له لا، انا حبيت ان انا اشيل الستاير. بس هبتدي بقى ان انا برضو انضف المواسير دي، وهاخدها بقى احطها في جنب، وهشيل بقى الملاية والحاجات دي. بس قبل ما اشيل الملاية والفرش اللي على الركنة هننضف الشباك علشان كله برضو تراب. تقريبا انا يوم ويوم بشيل التراب من على الشبابيك، لان احنا تقريبا كل يوم في تراب كل يوم. ف مش معقول انا كل يوم بقى همسح التراب ده. يوميا بمسح التراب اللي هو على على الترابيزات في الريسبشن، بس الشبابيك بصراحه مش كل يوم، يعني يوم ويوم، كل يومين كده، يعني مرتين 3 في الاسبوع ممكن اشيل التراب اللي على الشبابيك. فبنضفه الاول بالفرشه بتاعه الشيش بتاعه الشباك، وبعد كده بجيب فوطه فيها ميه وببتدي ان انا المع الخشب والسلك وكل حاجه في الشباك. بس بعد كده بقى ابتدي ان انا اشيل بقى الفرش بتاع السرير وهنفرش. والترتيب بتاع النهارده بس كان بتاع اوضتي، وهمسح برضو الارض، ما فيش حاجه تانية اعملها النهارده. طبعا انتوا عارفين ان الغساله كانت بايظه والديب فريزر كان بايظ والحاجات فيه ابتدت تسيح، فالراجل جه النهارده الحمد لله صلحهم واخد فلوس برضو قد كده، صلح الاتنين. يعني الحمد لله كل حاجة دلوقتي بقت عايزة صيانة طول الوقت، والحمد لله على كل حاجة. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا طبختوا ايه النهارده؟ عملتوا زي سندوتشات فول وطعمية او اشتريتوا زي سندوتشات فول وطعمية؟ خلاص كده انا خلصت الشباك. هبتدي بقى ان انا اجيب فوطة فيها مية وهمسح السلك والشباك. الحقيقة انا كنت هنزل النهارده السوبر ماركت، قلت لا، احسن حاجه واهم حاجه ان انا اعملها ان انا اتخلص من الستاير. انا عايزه انضفها بقالي كام يوم، فقلت انا يعني اغسلها واشيلها احسن، واجل حكايه السوبر ماركت دي ليوم تاني. وهاخدكم طبعا معايا الجوله هناك. انا عارفه ان انتوا بتحبوا المشتريات وبتحبوا جولات السوبر ماركت. اقترحوا عليا كده في التعليقات اروح سوبر ماركت ايه تاني غير فتح الله، لان تقريبا انا ما بروحش غير فتح الله طول الوقت. فلو حابين مثلا نغير اكتبوا لي يعني ترشيحاتكم اكتر، انتوا بتحبوا اكتر سوبر ماركت ايه تحبوني ان انا اروحه. فاللي هيجيب يعني عدد اصوات اكتر انا هروح ان شاء الله المره الجايه. قولوا لي بقى انتوا اكتشفتوا التأثيرات السلبية بتاعت حريق السنترال ده امتى؟ يعني انا فوجئت امبارح، كان مثلا انا كنت قاعده بسجل صوتي، وبعدين لقيت نور داخل بيقول لي يا ماما انا عايزه الموبايل بتاعك لان الشريحه بتاعتي فصلت. قلت له فصلت ليه؟ قال لي هي بتاعته اتصالات. قلت له فصلت ليه؟ انت ما دفعتش فاتوره؟ قال لي لا دفعتها. امال؟ قلت له امال ايه؟ قال لي جايز شبكه. فلقى برضو بابا اللي هو الخط بتاع اتصالات اللي معاه برضو واقف. ففوجئت لقيت واحده صاحبتي بتكلمني بتقول لي رشا ده في حصل كذا كذا وسنترال رمسيس اتحرق واثر على كل المعاملات البنكيه والاي تي ام واتصالات ومش عارفه ايه. بس فعرفت من كده. في بقى ناس صحابي تانيين ما كانوش عارفين والابليكيشنات بتاعت مثلا البنوك بتاعتهم كانت واقفه، وفي ناس كانوا في السوبر ماركت ما كانوش عارفين يدفعوا ازاي والمكان كله كان واقف. ففعلا انا عايزه اقول لكم نصيحه وبنصح نفسي بيها، لان انتوا عارفين ان انا دايما معيش كاش في البيت. ففعلا لازم الواحد يكون معاه كاش ونتعامل زي زمان، لازم يكون معانا فلوس في ايدينا وما نتعاملش ان معانا فلوس وكارت ونستسهل، لان فعلا في لحظه الدنيا بتقف بجد، يعني الدنيا بتقف واحنا ما بيكونش معانا فلوس ولا بنعرف نتصرف. الحمد لله انا كان معايا فلوس في البيت، وابتديت من يعني
من قريب جدا، يعني قولوا كده من اسبوع ولا حاجه، ان انا اكون حريصه جدا ان انا يكون معايا فلوس في البيت احتياطي، ما بصرفش منها حتى تكون بس في جنب، يعني للطوارئ دي. لان الواحد اللي بيكون رابط نفسه بالنت والتطورات التكنولوجية اللي احنا فيها دي، فعلا في لحظة ممكن تتعطل، فكل مصالحنا تتعطل. يعني فلوسنا اللي اللي في المكان ده كأنها مش موجودة في الوقت ده، كأن احنا مش معانا فلوس، مش عارفين نشتري حاجة. فلازم فعلا كل الدول الأجنبية يعني بيقعدوا ينصحوا شعوبهم ان لازم يكون معاهم فلوس في البيت كاش، ما يعتمدوش على الكروت والاي تي ام والحاجات دي كلها. لازم يكون معاهم فلوس وعندهم خزين وعندهم حاجات كتير عشان تحسبا لاي ظرف طارئ من الظرف اللي احنا اتعرضنا له، زي امبارح كده مثلا. انا بقى شلت زي ما انتوا شفتوا كده الفرشه بتاعه الركنه، وقعدت انفض الخداديات والركنه نفسها. لما تيجي تنضفي لازم اكيد انتوا بتعملوا كده، لازم تنفضوا كده الكنب وكل حاجه، لانه كل حاجه في البيت بيكون عليها تراب، كل حاجه لازم تتنضف. انا احكي لكم حكايه. انا لما اتجوزت علي علمني ان اي حاجه لازم تتنضف. الجاروف بيتنضف، المقشه بتتغسل وتتنضف. يعني في حاجات انا ما كنت برضو مش عارفه، انا كنت لسه صغيره وما كنتش عارف ان الجاروف لازم يتنضف، يعني بغسله يعني، لا انا كنت بنضفه كده عادي. لا، كل حاجه عند علي لازم تتغسل. التلاجة وشها يتغسل، الديب فريزر وشه يتغسل كده على طول. نطوق كل حاجه كده بفوطه مبلوله، كل حاجه، الحوض، كل حاجه يعني. ففي مرة كنا معزومين، مش معزومين، كنا حد من قرايب علي مستضيفنا في بيته، وبعدين احنا ناس نضاف قوي، فلما بنيجي نمشي بننضف ورانا، مش بنخلي الدنيا مكركبة. حتى لما بنكون قاعدين في اوتيل ولا حاجة بنقوم منضفين ورانا، حتى احنا عارفين ان الفرش ده هيتغير، يعني هيجوا يغيروه، لا احنا بننضف مكاننا بس يدخلوا يلاقوا الأوضة نظيفة ومتروقة، وهيغيروا فرش عادي، بس احنا نسيب المكان بتاعنا نظيف. المهم، عشان بس انتوا عارفين ان انا عندي فوبيا من الصراصير. الفوبيا دي فضلت معايا لغايه دلوقتي، وكل شويه بتتاكد لي اكتر. فانا كنا عند قرايب علي دول، فقبل ما نمشي مش عارفه ليه علي قال لي تعالي ننظف عشان نسيب الحته النظيفه اللي احنا فيها. قلت له ماشي اوكي، فنظفنا وقعدنا نكنس وكده. وبعدين علي بقى معلمني ان انا اغسل الجاروف اصلا كان اساسا مش نظيف يعني، واحنا ما وسخناهوش، واحنا جينا لقيناه كده. فهو بننضف وكده، فانا رحت واخده الحوض، سوري، واخده الجاروف عند الحوض، وقعدت اغسله. وبعدين لقيت حاجه سودة كده، رحت شايلها بايديا الجميله دي. وبعدين خرجت لعلي ماسكه ايدي بايدي التانية، وايدي بترتعش. قلت له علي الحقني الحقني يا علي. قال لي في، قلت له صرصار. قال لي صرصار فين؟ قلت له صرصار الحته السوداء اللي كانت في الجروف دي صرصار، وانا مسكته يا علي، انا مسكته. قال لي في ايه؟ مش عارفه ايه. وقال لي طب اهدي، انا اصلا عندي فوبيا من الصراصير، ايدي بترتعش وانا مسكته الصرصار، صرصار ميت وفي الجروف. فانا قلت ايه وانا مالي، وانا ايه اللي خلاني انضف الجاروف؟ هو كان جاروف بيتنا. فالمهم نضفنا وخلاص، وسيبنا الحته نضيفه وزي الفل. وبعدين قلت توبه من دي النوبه، انا جاروف بيتنا بس اللي هنضفه جاروف بيتنا بس اللي هنضفه، مش جاروف حد تاني. بس يا ولاد انا كده بقى كنست ومسحت وهفرش كمان المشايات بتاعتي. مشايه نظيفه بس هفرشها، المشايه التانية القطط مش عارفه مبقعينها ايه، فهضطر ان انا اغسلها. ومسحت كده الأوضة خلاص، وفرشت المشاية. والأكل كان فول وطعمية زي ما قلت لكم. وقولوا لي بقى رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة، ولو بتحبوا حكاياتي اللي أنا بحكيها دي قولوا لي رأيكم في التعليقات، وتابعوني بقى في القناة دي عشان بحكي لكم حكايات ممتعة اهو. استنوني بكرة في فيديو جديد إن شاء الله. بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا يا رب.